حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الورد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو كده الصبح بدري حلو قوي، بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. كمان حابه ارحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر، بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. تحياتي ليكم كلكم. طبعا زي ما انتم شايفين بقى جايبه السلم من فوق لتحت كده الصبح بدري، اشوف اللي ورايا واشوف حاجه بيتي وابقى ست شاطره كده وقد المسؤوليه. ولو انت اول مره تشوفيني او تشوفي قناتي، يلا اشتركي عندي في القناه، هتشوفي ان شاء الله حاجات حلوه قوي هتعجبك ان شاء الله، ونستفاد كلنا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده خلصت بقى السلم ودخلت البوابه كده، وقدام الطرقه كده غسلتها مسحتها ورحت داخله بقى ايه في الجنينه. طبعا ده الجنينه يا جماعه. بدات امسحها بقى كده، مني مربيه شويه بط ورا يعني في الجنينه. كل مدى كده ايه احمد بيسيبهم لي يجرم ويجوا ايه يبهدلوا لي الدنيا. فانا كل يوم اديها تلميعه بقى، البط جه ما جاش ماليش فيه بقى، اعمل ايه؟ انا خدت على كده انضف بيتي كده والاقي بيتي بقى ايه نضيف الصبح بدري كده، وريحته حلوه وريحته نضيفه. ده اهم حاجه. بيتك عنوانك، يعني لو انت بيتك نضيف ومنضفاه على طول ده عنوان ليكي. مهمله ببيتك يبقى مهمله بنفسك على طول. فانا ما بحبش ادي الفرصه دي لاي حد يدخل بيتي. ما شاء الله الله اكبر، اي حد عندي يدخل بيتي يعني ما شاء الله ما بيلاقيش فيه يعني غلطه زي ما بيقولوا كده. جايبه جردلين ميه كده، واحد امسح منه والتاني اشرب فيه الشرشوبه عشان تبقى حاجته نظيفه يعني وزي الفل. انا بحب الحاجه كده تكون بتزيق وبتلمع وبتبرق والريحه تكون حلوه، انا بحب كده، بحب النظافه دي. المهم بقى نخلص اللي ورانا بقى ونشوف هنعمل ايه في الفيديو. عايزه يلا لسه ما حطيتش لايك، يلا حط لايك واشترك في القناه وشجعوا ام بسيطه، ابسط من البساطه كده زي ما بيقولوا. بصوا الدنيا بقت عامله ازاي، بقت هاديه وزي الفل. طبعا احمد ابني لو انتوا خدتوا بالكم قبل كده في الفيديوهات هو مخيط رجله 6 غرز ودافي شويه النهارده، مش عارفه ليه بجد والله. وانا بمسح كده قلت له ادخل يا احمد خليك جوه، قال لي لا انا عايز ابقى معاك يا ماما. لقيته بعد ما انا مسحت كده لقى الحته نظيفه وحلوه راح نايم لي فيه. قوم يا احمد كده، ما ينفعش يا احمد. طبعا ادعوا له يا جماعه بامان عليكم بالله عليكم، تدعوا له اللي ربنا يشفيه، لاني انا وهو يعتبر احنا الاثنين تعبانين في البيت، فادعوا لنا بالشفاء ان شاء الله. دخلت بقى ايه، رحت طالعه بقى فوق لما الغسيل ماشي. هنشوف موضوع الرسائل دي بعدين. لميت بقى الغسيل والحاجات دي كلها ونزلت بقى ايه، قعدت على السرير بتاعي كده وقعدت اطبق بقى الغسيل بتاعي. بحب اطبق الغسيل بتاعي وانا قاعده على السرير، بدل ما اقعد اقف في البلكونه. انا عندي طبعا بلكونات داير وما يدور في البيت، بس بدل ما اقف فوق واقعد اطبق في الشمس والجو حر. تاني حاجه، بدل ما اسيب ولادي لوحدهم تحت واقعد اطبق الغسيل واقف اخد حته حته واطبقها، لا احب المهم كده واخدهم ايه هيلا بيلا دغري وانزل بيهم على السلم واقعد بقى ايه في وسطهم كده نطبق براحتنا ونشوف نتناقش مع بعض نتكلم مع بعض. ابقى في وسط ولادي، ما بحبش اسيب ولادي لو لحظه واحده. تمام. في ناس بقى بتقف في البلكونه عندها الهدوء كله، معرفش ربنا مديها كميه هدوء مع كميه معرفش ايه. المهم تقف بقى تشد حته من البلكونه وتطبقها وتحطها في الطبق او تحطها في سبت الغسيل، تقف لي ساعتين 2 في البلكونه. انا معرفش يعني هي بتعمل ايه في البلكونه، معرفش، اكن ما فيش حد غسل ولا عمل الا هي، معرفش. انا بقى ما بحبش كده، احب اشد الغسيل دغري بالخمس حتت دغري من على الحبل، واروح لماهم كلهم كده وشايلهم هيلا بيلا وطالعه اجري بيهم واقعد كده في وسط ولادي معززه مكرمه. معززه مكرمه، مش واقفه بقى في البلكونه عرضه للي راح واللي جاي واللي جاي واللي رايح، وعشان اعرفهم بقى وكده اللي انا بلم غسيل وبطبل. لا اقعد مع نفسي كده. تمام. طبعا بقى انا ايه بفتح الدولاب والحته اللي قدامي بروح حاطها في مكانها، والحاجه اللي عايز تعلق في شماعات بعلقها ايه في مكانها، بتاع اولادي بقى بتاع جوزي زي ما انتم شايفين كده. اخلص بقى حاجتي واخلص الدنيا كده عشان تبقى الدنيا نضيفه زي الفل والبال يهدى. اقسم بالله العظيم يا جماعه اما بخلص اللي ورايا بيبقى حتى ولا انا تعبانه زي ما بقول لك كده اللي انا تعبانه اهو، بس بالي بيبقى هادي وببقى يعني من جوه كده مرتاحه نفسيا. مش كفايه، مش لازم يعني اكون مرتاحه جسمانيا، كفايه نفسيا. حلو قوي اي حاجه ايه يعني، عشان ما يبقوش هما الاتنين، ما بقاش تعبانه منهم الاتنين. تمام. طبعا انا في الاخر بص كنت زهقت ورحت راميه الهدوم بتاعت احمد، طبعا بتحط في الضرفه من تحت،
وبعدين احمد بيقول لي بترميها لي كده ليه؟ قلت له يلا بقى يا احمد انا عايز اخلص اللي ورايا حاجات، يعني ورايا حاجات كتير، ورايا هم ما يتلم. انا حاسه بكل بنت بقى عروسه كده زمانها بتقول ايه، يا رب اتجوز وامشي من البيت بتاع بابايا ومامتي، اقسم بالله لا تروحي بيت جوزك تتفحتي زي ما احنا مفحوتين كده. يعني بيبقى غسيل وطبيخ وكنس ومسح وعيال وتربيه، فالدنيا ماشيه على كده الحمد لله رب العالمين. ومع السلامه.